هي حكاية الأبطال الذين رسموا بدمائهم طريق العظماء ووجهوا الو، منو معي؟ عبد الرحيم معك. عبد الرحيم مالك يا صاحبي؟ انت قلت متى تقبضني تسلمني لي كده كده كده. اترش ليه انت دار شنو كده؟ اترش ليه؟ دار اقول لك جلسة بتاعت ايجاد ده انا نجيب. وين اخوك؟ اخوك وين؟ هو مردان شوية ما بقدر بجي. انت اخوك غايد وانا غايد، نلتقي معك انت. دي وسقانة منك يا كده. رندق النظيفة يا في شغل قدامي. هو مردان شوية ما بقدر بجي. يا الله دي ما بتنفع يا صاحبي. كده انت اسمعني، كده تلي اخوك ده اللي هو يلتقي معي. انا اول حاجة زول غايب، زول مسؤول، زول رئيس. كده جيب لي اخوك، انا ما بقدر بتحاور معك يا صاحبي. وكلم الجماعة ذاتي ايقاد بتاعكم ده. لا خلاص، اي كلمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم مقطع جديد من برنامج واقينا بمناسبة واقينا، بس ربنا يهدينا. قبل أن نخش لكم في بداية الفيديو حابين أذكركم كالعادة صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الفيديو الليلة جينا نتكلم لكم عن جلسة إيجاد، يعني هي المنظمة الآن الوحيدة تسعى أكثر وأكثر للسلام، يعني مفبرك يعني ما حقيقي. يعني منظمة إيجاد معروفة اللي هي واقفة بور الجماعة. يعني في الجلسات دي أعلنوا أكثر من كذا مرة، تقريبا 4 مرات أعلنوا فيها جلسات يعني بين قوات الدعم السري وقوات المسلحة. يعني للأسف الشديد أنا قلت قوات الدعم السري عشان بس يعني تعريف بس وكده. يعني بعد كل فشل اللي أعلنوا فيها ال3 جلسات الأخيرة، دي الجلسة الرابعة وتم فيها استدعاء يعني قائد قوات المسلحة اللي هو برهان. طبعا في شروط انت بتدعى قبلي مع شنو تمش جلسة وما أشبه ذلك يعني. لكن الجماعة الطيبين بعد ما برهان قال لهم إنه أنا داير نلتقي مع قائد قوات الدعم السريع اللي هو معروف محمد حمدان دبلو، الموضوع ده يعني جاب زيت بتاع منظمة إيجاد، فبدأوا بصرصروا تحت الموضوع ده ما عاجبهم. فإن شاء الله فهمتوا حاجة يعني. جات وده دايرينه ذاته فتح. خلينا نشوف التصريحات. البرهاني يتراجع عن التزامه بإلغاء حميتي دفعة إخواني. قوات الدعم السريع تؤكد أن شروط الجيش لوقف إطلاق النار عجيزية لمطالبته الخروج من الخرطوم. يعني أنا بدنا نعرف كيف يعني تعجيزية؟ أنتم ما قلتم مسيطرين، هنا بنفس الوقت عارفين أنكم في الحقيقة كده أنتم منتشرين، يعني ما مسيطرين، محتلين بيوت الناس ومحتلين المستشفيات كالعادة. في الشعب السوداني كله عارف يعني كده منظمة الإيجاد يعني دخلت في فتيل يعني، والقادة بتاعت قوات الدعم السريع برضو دخلوا في فتيل. يعني ده نقول لكم كله كده يعني المتمردين كلهم دخلوا في فتيل. يعني خلينا نقفل لكم الموضوع بتاع الإيجاد. الموضوع الماكل معنا جنبه وماكل مع الشعب السوداني جنبه. طبعا قبل فترة إنه سميتوا دولة الإمارات حاولت إنه تحديد وبعين قوي إنه يعني تصريحات بتاع ياسر العطا ده يعني إنه لازم يطلع ويعتذر. الله خالق كلام مستفز بصراحة يعني. ما كده هو انتهى الموضوع على كده. طوال الموضوع ده شنو يتحول لدولة الجار. طوال من هناك مسؤولين وحكومة تشاد يعني برضو قاموا وجهوا تحديد ياسر عطا لازم يتراجع من كلامه ده. تعالوا نشوف الوزير رد لهم قال لهم شنو. قال وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق بأن تشاد استدعت سفيرنا على انضمامنا احتجاجا إلى تصريحات ياسر عطا بشأن دورها على دعم المتمردين، وطالبت الحكومة السودانية باعتذار خلال 3 أيام، لكننا لن نعتذر. وقال لكم شنو؟ لكننا لن نعتذر. انتوا قالين الشغله دي بالادله وجوا الانترنت، يعني الشغله دي ما جايه في الفراغ ساكت يعني. عشان كده ما تقدر تقول لنا قال اعتذر وما اشبه ذلك. يعتذر لك في شنو يعني؟ حد انت حددت خلال 72 ساعه اللي هو معروف 3 ايام، احنا نقصناه لك خليها يومين، يا خليها يوم واحد، يا خليها ساعه واحده، وعمل الدائره تعمل. التحيه للشعب التشادي وعلى عموما يعني. يا اخوانا ده نهايه الفيديو. اذا عجبكم الفيديو فلا تنسى تعمل لايك، تعمل سبسكرايب، ونذكركم مره اخرى ما تنسوا تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وان شاء الله لو حيين حنلتقي معكم في فيديو مره ثاني نقول لكم ورلة بيس.